بعده السيد منجي الرحوي، عندك 4 دقائق. لا، موجود. بيان حركة النهضة في 11 جانفي 2020. وقد دار بين الجانبين حوار حول التطورات الجديدة في المنطقة والتحديات التي تواجهها. معناها التطورات الجديدة في المنطقة والتحديات التي تواجهها. التحديات في المنطقة شعنا نحن؟ عنا الحرب، هذا انتم قلتوه، قالوا حتى حد بيانكم وشاهد شاهد من أهلها. هي التطورات هذه حكيتوش فيها على السلاح اللي جاي من تركيا ويدور في تونس؟ حكيتوا ولا ما حكيتوش؟ حكيتوش على مصير اللي سافرتوهم مع بعضكم انتم والاتراك؟ حكيتوش على الدواعش اللي قاعدين يجيو وشنية العلاقة بهم؟ اليوم الموضوع دقيق، وانت عضو في مجلس الأمن القومي وما مشيش بتفويض مع عند رئيس الجمهورية، وانت قابلت رئيس جمهورية متاع بلد رأس محور في الصراع من محاور الصراع، والموقف الرسمي التونسي قال نحن ماناش مستوفين، وانت مشيت بصفتك الشخصية كما قلت باش تتداول على ما يجري في المنطقة والتحديات الموجودة. شنو هي التحديات الموجودة؟ حرب، سلاح، كرتوش، قداش حطينا هذا معناه من معدات، هذا اش حكيتوا؟ اش حكيتوا واخر؟ هذا موجب للمساءلة من طرف مجلس الأمن القومي. اش معناها تمشي بصفتك الشخصية لرئيس جمهورية من حق أيا كان في بلاده باش يعبر على أي موقف من أيا كان، إما أنك تقابل رئيس جمهورية يقرع طبول الحرب وهو عنصر من عناصر النزاع، ونحن ندركوا أن العلاقات ما هيش علاقات مسيبة، ندركوا أنه اليوم مقر المركز للمنظمة العالمية للإخوان المسلمين هي تركيا ويقودها أردوغان، وأنتم فرع منها وعندكم دور فيها ولاعبين فيها، أكان في المنطقة ولا غير المنطقة، وهذا فهمت اختير على البلاد، وهذا يهدد أمن البلاد. ما هيش مسألة هينة متاع تعديوا فينا ومشى يشوف في سيارة ويهنوا فيه، عنده 20,000 حكاية يعمل فيها. تضحكوا على ذكور التوانسة وتستهتروا بأمن التوانسة، وما زلتوا مستهترين بأمن التوانسة في علاقتكم بالتسفير، وفي علاقتكم بالدواعش، وفي علاقتكم بأبو عياض، وفي علاقتكم بالجهاز السري، وماشيين وتحبوا تهزوها البلاد. بمعنى وأنه اليوم مجلس الأمن القومي يلزم ياخذ مسؤولياته، لأنه ما فوضكش رئيس الجمهورية، وما تنجمش تمشي لأي بلاد كانت تقابل رئيس جمهورية، خاصة في ظرف دقيق كما هذا اللي نحن التوانسة وقالوها كل المكونات السياسية وقالها رئيس جمهورية، نحن مع الحل السلمي وماناش مصطفين مع حتى محور. انت مشيت في اصطفاف مع محور الإخوان المسلمين ومن المحور القطري التركي، واللي تداولتوا فيه في شؤون تخص الحرب وتخص السلاح وتخص المجموعات، واللي هذا يلزم تسأل عليه ويلزم تتحمل فيه مسؤولياتك بشكل واضح، لأنه المسألة تهم أمن البلاد وتهم علاقتنا بالشقيقة ليبيا وتهم مستقبلنا في علاقة بليبيا في أمنها واستقرارها وفي اقتصادها. ولذلك معناها هذا عبث اللي قاعدين تقوموا به، هذا معناها جنوح إلى أنه كل واحد يحك راسه ويعمل اللي يحب وكما يحب وكما يتصور.